عسلامة ومرحبا بكم في قناتي ام كي ام سافور. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. شوفوا لي اليوم هذيك البنه والفيانه اللي عملتها في خبزه الجاتو. اذا كان انت واحله في خبزه جاتو عيد ميلاد ولدك والا جاتو راس العام، عليك كان تبع الفيديو للآخر وتشوف المراحل الكل. فيديو اليوم بطريقة بسيطة جدا ومكونات متوفرة في كل دار تنجم تخرج منها بأبن جاتو بتاع مناسبات وإلا بتاع انيفرسير. شوفوا لي هذيك البنة، شوفوا هيك هي الطبقات كيفاش هكا واضحين، الكريمة مش ساحة، حصيلوا حاجة بنة روعة روعة على الآخر. حصيلوا بنطولش عليكم ونتعديو ديريكت للرسالة بتاعنا. عندي في البول بتاعي خذيت 4 كعبات عظم بحرارة المطبخ، زدت عليهم 4 مغارف كبار سكر. المغرفة هذه تهز 25 جرام سكر و30 جرام فارينة، دونك 4 مغارف سكر و4 مغارف فارينة وزوز باكوات السكر فاني، ولا تنجموا تحطوا سكر تحطوا فاني ليكيد. زدت عليهم مغرفة هكا جيلك، المرة هذه باش نخدمها بالجيلك الجينواز بتاعي. دونك باش نحط عليهم 3 مغارف كبار ماء دافي. لازم مكوناتنا الكل يكونوا بحرارة المطبخ، دونك نركضهم الكل مع بعضهم. هذاك هو دور الجيلك، انه نجموا نطلعوا لاباغي بتاعنا مع بعضهم الكل، معناتها المكونات الكل. خطوة حطيت الفور يسخن على 170 درجة. عندي الطبق هذايا 40 على 30، حطيت عليه ورق الطبخ وباش نحط فيه نوزع هذيك الخليط بتاع جنواز على كامل الطبق، دونك بصفة متساوية. نحط هذيك الطبق في الفور، راهو ما يبطاش في ساعة يطيب، حكاية 8 دقائق 10 دقائق ماكسيموم في ساعة يطيب. دونك تو باش نتعدى نحط البخاليني بتاعي. عندي 100 جرام بوفريوة بقشورة ومحمرة، وعندي شوية لوز وشوية كاكاوية هكا لقيتهم فاضلين في الشكارة، هزيتهم أول مرة نعملها أما ميسالش. وعندي 3 مغارف كبار سكر أحرش باش نحطه في الكسرول شيحة، باش نحطهم على الغاز على نار متوسطة هادية حتى يصير عندي كراميل. دونك شوفوا البوفريوة كيفاش راهي محمرة بالكدا، حطيتها المرة هذه بالقشرة بتاعها اكسبري باش تزيد تعزز النكهة بتاع البوفريوة. دونك نرجعوا للكراميل بتاعنا، بدا يذوب السكر. ديما الكسرونة تحركوها هكا بشوية بلاش ما تحطوا مغرفة ولا حاجة حتى يصير كله كراميل. ينفوا صار كراميل باش نحط معها الفاكهة ونخلطها هكا بالكدا، ماذا بكم مغرفة لوح. ومن بعد ينفوا الكعبات الفاكهة الكل تخلطوا بهيك الكراميل، نولي نحطها على بابي ورق طبخ ونحطهم هكايا حتى يبردوا. دونك نفرشهم هكا عليها باش من بعد يسهل عليا القصان بتاعه ونحطهم حتى يبردوا. دونك توا باش نحضر الكريم موسلين بتاعنا، باش نحضروا الكريم باتيسير. دونك عندي 330 مليلتر حليب، وعندي 4 مغارف سكر، وعندي باكو كريم باتيسير نكهة بوفريوة. المرة هذه باش نعملها نكهة نوازات باش تعزز مذاق النوازات بتاعنا. دونك كل شيء باش نحطه في الكسرونة، نخلط الكل على البارد حتى يتحل هذاك البودر بتاع الكريم باتيسير. وإنفوا تخلط وهذيك السكر تحل الكل، نحطها على النار طيب على نار هادية، وديما نحرك ما نغفلش عليها حتى لوين تطيب وتبقبق. راهي في ساعة طيب خاطر كمية الحليب أقل من اللي لازمها. دونك باش نفرخها في صحن هكا واسع ونغلفها بابي أليف خي حتى تبرد. دونك لازم نغطيها او كونتاكت سيرفاس بتاعها باش ما تعملناش هذيك القشره كيف تبرد. دونك نخليوها هكا على جنب، نلفوها بالكدا ونخليها حتى تبرد. دونك لو طون هذايا برد عندنا البرالان. دونك باش نقصوا هكا شوار هذه. دونك في الهشوار باش نرحيه حتى لوين تصبح عنا بات. دونك نخليها هكا تترحى. المهم ردوا بالكم على الربو بتاعكم، رحيوا وقصوا حتى تولي بات. دونك سي عندي بردت الكريمه بتاعي باش نحطها هكا في البول. هيك شفتوها لقمه واحده ولات. نركضها بالباتور باش ندخل فيها الهواء ونخليها هكا متهويه لوين تصبح هكا عندي كريمه، معناتها ما عادش لقمه واحده.
هكا هو هذيا توا المكونات بتاع الكريم موسلين حاضرين عندي الكريمة هوية مريقلة، عندي 200 جرام زبدة، حطيت مارجرين الحقيقة المرة هذه، وعندي عجينة البراليني. دونك هذوما الكل تو باش نخلطوهم مع بعضهم. باش نزيد الزبدة بشوي بشوي، ماذا بيكم الزبدة تكون بوماد بحرارة المطبخ باش ما تصيرش فيها حبيبات. دونك كل مرة نحط شوية الزبدة ومن بعد نكمل نركضها، نزيد مرة أخرى، ما نزيد حصيله شوية الزبدة مرة أخرى إلا ما تكون اللي قبلها دخلت في الكريمة. سي بون تو كملت الزبدة الكل، تو باش نزيد نفوحها بالبراليني بتاعنا. دونك كمل نركض لوين يتجانس الخليط الكل، وتصبح عندي كريم موسلين عاطية على كريمة الزبدة. راهي بنينة برشا بنينة برشا بنينة برشا، ديجا قوامها كيما كريمة الزبدة. هكا هاو توا باش نقص الجنواز بتاعي، بويسك هي 40/30، دونك باش نقصها على 2، 20/20، والباقي 10/20 هكايا، باش نلقيهم الزوز مع بعضهم. دونك هذيك باش تولي لي طبقة، تحصلت على 3 طبقات جينواز. تو باش نتعداو لمرحلة المونتاج على هذيك السوتارت. باش نحط طبقة الجينواز هي الأولى، بويسك هي بالجيلك ما تسحقش تسقية. دونك شوفوا كيفاش طرية، راهي طرية بالكدا الجينواز بتاعي. باش نقسم هذيك الكريمة على 3 أجزاء. الجزء الأول نحطه فوق طبقة جينواز من الأول، نفرشها بالكدا نسويها، ومن بعد نرش شوية فاكهة، وبعد نحط هذيك الطبقة المقسومة على 2 باش نحطها في الوسط. دونك هذيك ما تخافوش راهي تشد بلاصتها ومراوضة، تقولش عليها طبقة واحدة. ونكمل بنفس المراحل كما عملت في الطبقة الأولى. حبيت نقول لكم إذا أول مرة تزور قناتي ما تنساش تعمل سابوني وتفعل الجرس باش يوصلك نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديوهاتنا متروحين ما بين الحار والحلو والمالح. دونك ما تنساوش تدعموني وتبارتاجيو الفيديو إذا كان عجبكم، وإذا جربتوا الوصفة ما تنساوش تحطوا لي كومنتير وتعطيوني الريتور بتاعكم على الجروب فيسبوك بنفس اسم القناة MKM Saveur. نفرح بيهم برشا راني لي ريتور بتاعكم. حصيلوا نكملوا الجاتو بتاعنا. هذه آخر طبقة تو باش نعمل الطبقة الفوقانية، وباش نغلف زيادة الجناب. دونك نحاول أنا نسوي من الفوق ونهبط الكريمة على الجناب ونستويها بالباهي. دونك شوفوا ما تحيروش، حتى إذا ما عندكمش سباتول تنجموا تعملوا هكاك بهذيك السكينة بتاع الزبدة ولا بتاع الغلة. دونك كملت سويتها بالكدا وخليتها في فريجدير شوية. حضرت هذوما الزينة بتاع الجناب، عملت هذيك الكورني بالورقة الزبدة، وسيحت الشوكولا وعملتهم هكا دي زيغزاغ باش تحصلت على الأشكال هذوما، وخليتهم يبردوا. دونك قصيت كل بارتي معناتها قصيتها على كبر الجاتو بتاعنا، وتوا باش نلصقهم. حاجة سهلة ماهلة تعطيكم نتيجة مزيانة برشا، وتفرحوا بها وتودوا بها عائلاتكم. دونك شوفوا كيفاش، تبعوا، راي حاجة سهلة ماهيش صعيبة، تنجموا تعملوها. كما نقول لكم الزينة ترجع لكم والجود بالموجود. ديما أنا نحاول نبسط لكم، نعطيكم أفكار بسيطة تخرجوا منها نتيجة مزيانة برشا وحاجة بنينة. الأكيد البنة مضمونة برشا. شوفوا سيبون تو ساي حضرتها، عملت الكوانيات الأربعة الكل. توا باش نزين من فوق، باش نحط التام بتاع القوة الصغيرة. دونك خرجت ورقة عادي من امبريميتها على ورقة A4، خرجتها بالامبريمونت وزدت عملت لها هيك، لصقت لها الكيردون باش نجم نلصقها، وباش ما تكونش هكا رهيفة والكل، زدت لصقت وراها أوراق أخرين. عندي هذه باتا سكر حليتها بالقلقال، وباش نحطها هكايا ونحط فوقها هذيك القوة الصغيرة هذيك التصويرة. دونك بويسك لقيت فيها هكا الأصفر من اللوطة هيك، علاش عملت رابيل للباتا سكر جون معناتها، فهمتوا؟ دونك هكا كأنها 3D معناتها، ولا كيفاش حسيلو هكا فاز عملتها. انتم اللي تحبوا عليهم
أعملوهم. الأفكار برشا موجودين. أنا العادة نجم نحطها هذيك البابي غوفريت، المرة هذه مش متوفر عندي، عملت بالطريقة هذه. وعندي هذوما الحروف هذوما زيادة بالباتا سكر، حضرتهم في القالب هذية هكا، حطيتهم شوية في الكونجيلاتور باش تشد روح الباتا سكر، تولي سهل سهل باش نخرجها من القالب بتاعها. دونك هذه أسيس صغيرة تنجموا تنفعكم. كهو نكمل نكتب نحط الحروف ونكمل هكا نزين بشوية شوكولاتة هكيكا، وصارت عندي أبن جاتو مزيانة برشا تودوا بها عائلتكم. كما قلت لكم هذه ورسالتنا لليوم وفيديونا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو إن شاء الله في وصفة أخرى وفيديو آخر إن شاء الله.